السلام عليكم. ثواني يا اخي نزل كده. انت هنا عايز تستهدف عضلات ايه؟ الكتف الخلفي. الكتف الخلفي. طيب احنا قبل ما نتمرن لازم نشوف الاول المدى الحركي للعضله اللي احنا هنشتغل عليها، ونشوف هل الزاويه دي بتاكتفها فعلا ولا بتعمل حاجه تانية. اول حاجه لما انت بتيجي تمسك الروب، امسك الروب كده وتبدا تسحب للخلف. ثانيه واحده. هنا اول حاجه انت ايدك بعيده عن جسمك، ايدك بعيده عن جسمك علشان تقربها بتعمل حاجه اسمها تقريب. تقريب دي اللي هي باللغه بتاعتنا بتاعت الجيماويه اسمها ادكشن. الادكشن ده المسؤول عنه ثلاث عضلات رئيسيه. رقم واحد عضله اللاتس، العضله الطويله دي. رقم اثنين عضله هنا اسمها تيرس ميجور، العضله المدوره المعانيه الكبيره، حاجه اسمها كده. وعضله البيكس اللي هي عضله الصدر الكبرى. تمام، دول الثلاث عضلات. بس هنا لما بنسحب اللي بيقرب اكتر جزء من اللاتس مع التيرس ميجور بشكل اكبر، هم اللي بيأكتفوا. طب هل هنا الكتف الخلفي بيستهدف؟ بيستهدف كعضله سينرجست، عضله مساعده، ولكنه ليس عضله، لكنها ليست عضله رئيسيه او اساسيه. طب لما بسحب للاخر كده اهو اتاكتف في الجزئيه دي، فاتاكتف من الجزئيه دي من هنا. قرب شويه كده يا احمد، من هنا، من هنا. لما سحبت لورا خالص ايه بقى اللي حصل؟ ابتدى هنا المرفق سيب بقى خالص. ابتدى المرفق بتاعك يعمل حاجه اسمها هايبر اكستنشن او حاجه اسمها هوريزونتال ابدكشن. فهنا استهدفت معايا العضله بتاعه الكتف الخلفي، لكن في البدايه تبعيد، وابتدينا نقرب تقريب. عضلات ثانيه كانت مسؤوله. برضه في حاجه مهمه لما تيجي تتمرن بتعمل حاجه اسمها ريتراكشن. ريتراكشن دي بتعملها هنا بلوح الكتف. مش بس لما نيجي نحرك المفصل الكتف اللي بيتحرك، لا، لوح الكتف بيخدم معاه، بيتحرك معاه. فاحنا عملنا تقريب وعملنا ريتراكشن. لوح الكتف لما اشتغل هنا عضلات الميدل ترابيزيس اشتغلت. فاحنا عشان نشتغل عليها ونأكتفها صح لازم نكون عارفين ان العضله دي بتبدا من لوح الكتف، العظمه كلها هنا، وبتنزل بزاويه عند العضد الهيومرز هنا. خلاص، علشان نشغلها بنمسك القبضه دي كده ونقف كده ونرجع لورا بزاويه هكذا، وننزل فقط لغايه هنا. هنا عملنا عمليه الهوريزونتال اللي احنا قلنا عليه، هوريزونتال ابدكشن فقط. تمام، خدت بالك منها؟ بس هكذا. والوزن اللي احنا بنشتغل بيه، الوزن اللي احنا بنشتغل بيه يكون وزنه قليل عشان تقدر تاكتف بيها العضله بشكل صحيح. اوكي، ايه تاني ممكن نقوله؟ ايه في اليد؟